كسبت 100,000 جنيه في سنتين من مشروع تربية 100 فرخة بياض فقط. ناس كتير بتقولي ازاي كسبت كل ده من مشروع 100 فرخة بياض فقط؟ ده احنا خسرنا كتير في مشروع الفراخ البياض، والفراخ ما كانتش بتجيب انتاج كويس واضطرينا نبيع الفراخ والمشروع فشل معانا. تعال بقى عشان انت في المكان الصح اللي هيوصلك ويخليك تقدر تعمل مشروع الفراخ البياض في بيتك، والمشروع بفضل الله هينجح معاك وتمسك احلى فلوس من مشروع الفراخ البياض. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك ويستفيد، ولو مش عامل اشتراك في القناة اعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا مع بعض هنحكي التفاصيل اللي انا مريت بيها في مشروع الفراخ البياض لحد ما وصلت حاليا ان انا عندي مزرعة فيها اكتر من 2000 فرخة بياض. لو انت عملت المشروع ده قبل كده وفشل معاك، او حتى بتفكر تعمل المشروع ده وخايف تبدأ فيه، فعايز اقول لحضرتك ان انا بدأت في المشروع ده من حوالي 7 سنين، واول سنتين عدوا عليا في المشروع كان كلك عبارة عن فشل، وكنت بخسر في المشروع ده كتير لان المشروع كان عندي بيعتمد على التجارب بتاعتي، ما كانش عندي اي خبرة خالص عشان اكمل في المشروع. بعد السنتين وخدت الخبرة وخلاص اتعلمت وعرفت الصح من الغلط، بدأت من أول وجديد. أنا عامة بشتغل في السلالات الأجنبية وبشتغل في الفراخ البلدي. الفراخ البلدي بالنسبة لي بيكون الربح بتاعها أكتر من السلالات الأجنبية، لأن أنا بقدر أديها علف رخيص وتجيب لي إنتاج عالي. فخلينا نتكلم عن الفراخ اللي قدامك، إذا كانت بلدي مشعر أو فيومي فض بيور. الفراخ اللي قدامك دول انا كنت جايبهم عمر يوم. لما جبتهم عمر يوم طبعا بيكون فيهم ديوك وطبعا بيكون فيهم فراخ، بس النسبة العالية كانت للفراخ، وكمان بيبقى فيهم فراخ صردة كده لا هي ينفع تبيض ولا ينفع تخليها عندك. فانا لما عملت المشروع ده جبت 200 كتكوت عمر يوم، ولما وصلت لعمر 3 شهور بعت الديوك اللي عندي، جبت بفلوسها علف بياض وبدأت أكمل في المشروع اللي عندي. الفراخ بفضل الله بدأت تبيض على عمر 4 شهور و15 يوم بالظبط، وكمان على عمر 5 شهور كان بنسبة 70% من الفراخ بتبيض. جيت على عمر 6 شهور كانت نسبة الإنتاج عندي بفضل الله بتوصل ل80 و85%. يعني ال100 فرخة البياض كانوا بيجيبوا لي أوقات 80 و85 بيضة في اليوم، وما كانوش بينزلوا عن ال75. يعني المتوسط بتاعهم كان حوالي 80 بيضة في اليوم. كنت بحسب انا صرفت قد ايه على الفراخ دي يوميا. انا كنت بوكل الفراخ اللي قدامك دي 8 كيلو علف بياض في اليوم، زائد شوية خلطات وشوية حاجات بضيفهم على الأكل عشان تزود الإنتاج. كانوا بياكلوا 8 كيلو في اليوم مش 10 كيلو، لأن في ناس بتوكل الفراخ البلدي 100 جرام في اليوم، أنا بوكل 80 أو بالكتير خالص 90 جرام في اليوم، والإنتاج زي ما قلت لكم ما شاء الله عالي. طيب كنت باكل ال8 كيلو دول، اوقات كان بيكون سعر الخلطة من العلف اللي انا بعملها دي 16 جنيه، واوقات الاعلاف كانت بتكون عالية كان الكيلو بيوصل ل 18 و20 جنيه، وهي حاليا سعر الكيلو عامل 15 جنيه. واوقات كمان كان البيض غالي، يعني البيضة كانت بتتباع ب6 جنيه، واوقات كانت البيضة بتتباع ب4 جنيه و4 جنيه ونص و5 جنيه. فمش هقدر احدد لك صافي الربح بتاعي اليومي، لان كان ايام 150 جنيه وأيام 170 وأيام 100 وأيام 120. بس في النهاية يعني بفضل الله أنا كنت عامل كراسة عشان أكتب فيها المشروع ده واعمل دراسة الجدوى ليه، واذا كان المشروع مكسبه كويس او مكسبه ضعيف. فبفضل الله ربنا رضاني وبدأت اوسع وعملت مزرعة كبيرة شويتين للفراخ البياض، والحمد لله مشيت بنفس الخطة اللي انا ماشي بيها والدنيا تمام معايا. فانا عملت الفيديو ده عشان احاول افيد ناس كتير محتاجة تعمل مشروع يزود دخلها في البيت. فيا جماعة مشروع الفراخ البياض ممتاز عن تجربة شخصية، بس في حاجة لازم تكون عارف ان انت هتهتم بالفراخ، الفراخ هتديك انتاج كويس. وكمان لازم تعرف الامراض وتعرف تعالجها كويس، لان الامراض بتأثر على انتاج البيض. كل فرخة من اللي قدامك دولت وزنها لا يتعدى ال2 كيلو، يعني متوسط الفراخ اللي انت شايفها قدامك دي من كيلو 400 جرام لكيلو 900 جرام، لان الفراخ ديت ما ينفعش وزنها يزيد. الفراخ ديت للبيض فقط.
الهدف من تربيتها هو انتاج البيض، فما ينفعش تلاقي الفرخة وصلت عندك 3 كيلو او 3 كيلو ونص او 2 كيلو ونص وتستنى انها تديك انتاج بيض كويس. وكمان ما ينفعش تأكل الفراخ عيش وتشيشة بس او ردة او اكل البيت بس او غلة فقط وتيجي تستنى منهم انتاج. الفراخ يا جماعة بتهتم بالتغذية بتاعتها ومش بكتر الاكل، بتديك انتاج مظبوط. فانا سايب لكم رقم الواتس موجود على القناة وكمان موجود على صفحة الفيسبوك عشان اي حد محتاج اي حاجة يقدر يتواصل معايا. ولو عندك اي مشكلة في الفراخ البيضة او الفراخ البياض او الديك الرومي او البط، تقدر تتواصل معايا او تسيب كومنت وانا هرد عليك ان شاء الله. وزي ما انتم متعودين مني ان المتابعة معايا مجانا لوجه الله عشان اقدر اساعد الناس ان هي تزود دخلها في ظل الظروف والغلاء والايام الصعبة اللي احنا بنمر بيها. متنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، والسلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.